السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المكرونه البشاميل مش لازم نعملها طبقات، ممكن نعملها بطريقه حلوه جدا والطعم تحفه. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. حطيت حله على النار وفيها ميه، واول ما غليت حطيت فيها شويه ملح ونزلت بكيس مكرونه وهديله تقليبه كده واسيبه بقى لغايه ما يستوى تلات ارباع سوا. وكل كده فترة أروح مقلباه تقليبة، هيقعد معايا حوالي 7 دقايق على النار. وأول ما تستوى أصفيها من غير ما أشطفها وأحط وok كده على النار وأحط شوية زيت كده يسخنوا. وأول ما تسخن هنزل بقى بربع كيلو لحمة مفرومة، ومش هقلبها خالص، أكسرها كده بالسيف المعلقة. وأول ما تاخد اللون من تحت أروح بقى أبتدي أقلبها. وأنا بقلبها كده أحط عليها شوية ملح وشوية فلفل أسود، وكمان أحط بهارات لحمة وشوية قرفة وشوية كوبيبة صيني. القرفة والكوبيبة الصيني بيخلوا العصاج طعمه تحفة، وشوية بابريكا. وأقلبهم بقى لغاية بقى اللحمة المفرومة ما أحس إن هي دخلت في السوا. هروح نازلة عليهم بالبصل بتاعنا، وكل ما بتكتري البصل كل ما الكمية بتزيد، والبصل بيخلي طعم العصاج طعمه حلو جدا. فزودي البصل على قد ما تقدري، يعني ممكن تقللي كمية اللحمة بس زودي البصل. واديله كده كام تقليبه لغايه ما يدبل معايا. انزل بقى بالفلفل الالوان، طبعا براحتك، عايزه تحطي فلفل اخضر بس براحتك. واديله تقليبتين كده، اروح نازله بالطماطم اللي مقطعه قطع، وممكن طماطم قطع وممكن مبشوره وممكن تحطي معلقه صلصه. واديله تقليبتين كده واسيبها بقى ايه يتسبكوا كلهم مع بعض. وهي بقى بتغلي هحط عليها شويه من ميه سلق المكرونه، وهسيبهم يغلي غلوتين واطفي عليها النار. وهحط حلة على النار او كسرولة او اي حاجة كده، واحط فيها 5 معالق سمنة وزيت او زبدة او زيت، اي حاجة متوفرة عندك. واحطها على النار كده لغاية ما تسيح خالص. اروح نازلة ب5 معالق كبار دقيق، واديها تقليبة كده لغاية ما اشم ريحة الدقيق. انا مش عايزة احمره، انا عايزة اخليه ابيض بس اطلع منه الرطوبة. واديله تقليبتين كده، اول ما اشم ريحته طلعت اروح نازله بقى باللبن بتاعي. بس مش هنزل جايبه كيلو لبن او كيلو حليب، هنزل بيه كوبايه كوبايه. انزل بكوبايه وابتدي اقلب على طول علشان البشاميل ما يكتلش مننا، وشويه وانزل بكوبايه تاني، وهكذا مع التقليب على طول. ونخلي بالنا ما يكتلش مننا خالص، نقلب كده على طول زي ما انتوا شايفين. وانزل بقى معاه بملح، بشوية ملح كده صغيرين، ورشة فلفل اسود صغيرة. ممكن تحطي قرفة او جوز الطيب بيخلوا البشاميل طعمه حلو. وممكن بقى طبعا دلوقتي بعد ما تقلت معانا زي ما انتوا شايفين كده، نحط بقى لو عندك حتتين جبنة مثلث، جبنة موتزاريلا، حتة قشطة، بيزودوا من الطعم. ونديله تقليبة كده وهروح مطفين عليه. شايفين سمكه بقى حلو قوي كده؟ عملنا العصاج زي ما انتوا شايفينه. هجيب بقى المكرونه، مش هعمل بقى طبقات، هحط المكرونه فوق العصاج زي ما انتوا شايفين كده، واقلب كله مع بعض علشان المكرونه تاخد من طعم العصاج، وتبقي تاكلوا كده، اللي ياكل المكرونه يلاقي في كل حته العصاج. واحط معاهم معلقتين بشاميل وشويه جبنه كده موتزاريلا، واقلب كله مع بعض. واجيب بقى الطاجن بتاعنا او الصينيه او اي حاجه، احط فيها شويه زيت ومعلقتين بشاميل، ادهن الصينيه كلها بالبشاميل، وانزل بقى بالمكرونه اللي فيها العصاق كلها في الصينيه بتاعتي. بعد كده ده بقى اختياري، ممكن احط شويه جبنه موتزاريلا، جبنه تركي، اي حاجه. بعد كده انزل بالبشاميل وهدخلها بقى الفرن على كده تاخد الوش الحلو. بعد ما دخلتها الفرن انا قلت مش هحط عليها جبنه موتزاريلا، كفايه اللي جواها. راح جه ابني قال لي لا انا عايز عليها جبنه موتزاريلا. رحت مطلعاها بعد ما قربت تاخد الوش، وحطيت عليها جبنه موتزاريلا ودخلتها تاني، وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه. ما اقولكوش عليه، الريحه تحفه وطعمها ما شاء الله جميله جدا وغنيه طبعا. حط لها حاجات كتيره، والطريقه اللي احنا نحط المكرونه مع العصاج بتبقى حلوه جدا. كل اللي ياكل المكرونه يلاقي معاها مليانه كده بالعصاج، ما تبقاش فيش حتة مكرونة ما فيهاش وفي فيها، لا دي كلها كده بتبقى حلوة جدا ومليانة العصاج. وشايفين ربع كيلو عمل لنا صينية كبيرة. والطعم بقى ما اقولكوش عليها، تحفة، وتتاكل لوحدها مش محتاجة اي حاجة تتعمل معاها. حلوة جدا زي ما انتوا شايفين، جوسي كده وجميلة جدا. جربوها هتعجبكم بإذن الله. بس أهم حاجة ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.